السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. نعمل مع بعض شنطة جميلة اسمها شنطة عين الحسود. انا هستخدم خيط مكرمية وسط وابرة الومنيوم مقاس 5. طبعا الولاعة لان ما ينفعش يتقص بالمقص خيط المكرمية والماركر والمازورة. حبايبي متنسوش تدعموني بلايك، ولو مشتركتش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل حاجة اعملها. دي القاعدة معايا. هسيب لك لينك القاعدة ازاي تطلع معاكي كده مدورة ما تسدسش منك. طريقة سهلة قوي تمشي بيها ان شاء الله على طول. مش هتحتاجي تجيبي الفيديوهات كل شوية عشان تعملي القاعدة. انا قطر القاعدة بتاعتي 24. تمام. انا بحب ادعمها يا حبايبي ببوري عشان بتمسك الشنطة كده وبتخليها كده محترمة، متبقاش نايمة. وبتديها شكل حلو قوي. انا عشان اقفل السطر بسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واسحب الخيط من على ورا كده. والحلقة اللي انا طلعت الخيط طالع من قلبها دوت بدخل في نصها كده في قلبها واسحب الخيط برضو على ورا. بتديني شكل الغرزة بالظبط. تمام، مبقاش في اي اختلاف. وبنضف الخيط من ورا في الظهر بكل سهولة بإبرة التنظيف، وبعدين السعه بالولاعة عشان اثبته. انا بجيب بوري وبقصه على قد القاعدة وبلزقه بالشمع زي ما انتوا شايفين. بسيب الحرف بس عشان هشتغل طبعا عليه. هرتفع بالشنطة. طيب طبعا عشان ترتفع بالشنطة بنشتغل في الحلقة الخلفية. عندي حلقة امامي وحلقة خلفي اللي هي اللي جوه. انا هشتغل على اللي جوه. ممكن تكملي الشنطة كلها على الحلقة الخلفية، مفيش مشكلة. بس انا هرتفع اول سطر بس عشان ابني جسم الشنطة. فهشتغل في الباك لوب. بسحب الخيط منها وبعمل سلسلة، وبعدين بدخل اعمل غرزة حشو في نفس الغرزة اللي ارتفعت منها بسلسلة. وبكمل كل الغرز بالشكل ده في الحلقة الخلفية. وباخد الشغل بقيت الخيط كده اخده انضفه تحت الشغل. طريقتها سهلة قوي. خيط المكرمية متعب شوية في الشغل بس نتيجته حلوة بصراحة. الشنطة مناسبة قوي للصيف بقى وجو البحر. ايوه، بصوا بالشكل ده. اكمل السطر كله بالشكل ده وارجع لكم. انا حبايبي خلصت السطر اهو. المفروض بقى ان انا هقفل. فهاجي على اول غرزة معانا وهنزل اقفل فيها بمنزلقة. وارتفع سلسلة. وادخل في نفس الغرزة وابدأ اعمل اول غرزة حشو في السطر الجديد بس تحت حرف الفي كله. بصوا، مش هاخد بقى الباكلوب بس، لا، تحت حرف الفي كله. بس اعمل اول غرزة اللي انا ارتفعت منها لازم برضو انزل اشتغلها. تمام. جسم الشنطة بقى كله هيبقى بغرزة الحشو كده تحت حرف الفي. مفيش تزايد ولا اي حاجة. انا وصلت بالقطر اللي انا حباه فمش هتزايد. عايزة تكبري الشنطة تزودي في القاعدة بتاعت الشنطة سطرين كمان ولا حاجة. هي قطرها 24. انا زي ما انتوا شايفين كده بدخل اعمل غرز حشو تحت حرف الفي. هفضل كده داير ما يدور ارتفع بالاسطر واقفل بنفس الطريقة. في ناس ما بتحبش تقفل عادي، ممكن تخشي على اول غرزة وتشتغلي فيها وما تقفليش، تمشي حلزوني من غير قفلة. هرتفع انا بالشنطة وارجع لكم. انا حبايبي ارتفعت بالشنطة. عملت بالظبط حوالي 24 سنتي برضو. وقسمت الشنطة نصين، يعني حسب عدد الغرز نصين قد بعض، اللي قدام قد اللي ورا. ومن الجناب سبت قد بعض. بحيث هعمل ايد الشنطة حوالي 15 سلسلة. فحددت مكانهم بالماركر كده قدام في وش، يعني العلامات في وش بعض بالظبط. تمام. والغرز اللي موجودة من الجنبين قد بعض في العدد عشان يطلع معاكي مظبوط. الجزء ده قد الجزء اللي هناك بالظبط. اللي ورا قد اللي قدام. وبرضو في الجنب التاني نفس الوضع.
تمام. هنبدأ نشتغل بقى الشغل العادي اللي احنا شغالينه، ولما نيجي عند الماركر هنشوف هنعمل ايه. تحت حرف الفي بدخل وبطلع بالشكل ده. اول ما اجي عند الماركر خلص وارجع لكم. انا هشيل الماركر ومكانه هعمل غرزة حشو عادي، بس هرتفع بعدها 15 سلسلة، لان انا هسيب من تحت 15 غرزة مش هشتغل فيهم، فهرتفع 15 سلسلة. وما تشديش ايدك فيهم عشان الايد تطلع مظبوطة، يعني ما تضايقيش ايدك في السلاسل. وهروح على الماركر التاني اشيله وادخل اعمل غرزة حشو عادي جدا اهو. شيلي بقى الماركر واسحبي الخيط واعملي غرزة حشو عادية وكملي شغلك لحد الماركر التاني. هنعمل نفس الكلام، نوصل عند الماركر نشتغل حشو ونرتفع 15 سلسلة. انا حبايبي معلش ما وريكوش الشكل النهائي، بس هيبان في الصورة. اخر سطر خالص ممكن تمشي غرز منزلقة تجميلي يعني. انا ركبت حلقات وانا شغاله، ومن جوه الطريقه دي جميله قوي. ما تبانش، وفي نفس الوقت عايزه تشيلي الحزام تشيليه ما يبقاش في حلقات باينه من الجناب من بره. بتحطي الحلقه عادي وبتشتغلي الغرزه عليها. همشي بقى على السلاسل اللي انا عملتها بغرز حشو عاديه خالص اهو بالشكل ده. داير ما يدور اشتغلي بقى عدد الاسطر اللي انتي حباها 4. انا اشتغلت 4، عايزه تزودي سطر 5. الخامس ده ممكن تخليه منزلقه بس. الشنطة سهلة اوي يا جماعة، وشكلها الفينش بتاعها جميل جدا. انا هخلص ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا ايوه، همشي 4 سطور غير السطر، 3 سطور غير السطر ده، وتبقى الشنطة خلصت معايا. حبايبي متنسونيش بلايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.